السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة المطاعم الكاملة في البيت، من أول خبز البرجر الهش لصوص البيك تيستي السري والبرجر البيتي المظبوط وحتى البطاطس بالموتزاريلا اللي بتمط. هو فيديو طويل شوية بس فيه كل الأسرار، أتمنى تكملوه للآخر عشان تستفادوا. ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. أول خطوة هنبدأ بخبز البرجر. معانا كوباية لبن عليها معلقة سكر وكيس خميرة، ونخلطهم مع بعض ونسيبهم على جنب لحد بس اما الخميره تتفاعل كده مع السكر واللبن. وبعد كده نجيب معانا كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده مش شرط، انت ممكن تجيبي كميه اقل او اكتر على حسب عدد افراد اسرتك. هو هيعمل معاكي 10 وحدات من خبز البرجر. معانا الدقيق اول حاجه ننخله كده كويس، ويعني بيتدخل هواء في الجزيئات بتاعه الدقيق، لازم ننخله كده. ومعانا كمان رشه ملح، وننزل بقى بالخليط بتاع الخميره والسكر واللبن على الدقيق ونقلب كده مع بعض. هو الكيلو دقيق هياخد معانا حوالي 3 كوبايات لبن او 3 كوبايات سوائل، يعني مثلا لبن على ميه عادي مفيش مشاكل، بس انا استخدمت هنا لبن على ميه. فهو هياخد معاكي 3 كوبايات، يزيدوا او يقلوا على حسب نوع العجينه بتاعتك. ومعانا نص كوبايه زيت بنحطها في الاخر نلم بيها، يعني بصي لحد ما العجينه توصل معانا تبقى قطنيه كده. نفضل نعجن حوالي 7 دقائق، بس انا طبعا اختصرت عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. ونيجي بعد ما العجينه يعني اتعجنت كويس جدا بنحط عليها رشه زيت كده من فوق، ونغطيها بستريتش او باي فوطه عندنا نظيفه، ونسيبها تخمر. تاني خطوة هنجهز مع بعض البرجر معانا كيلو اللحمة عليه مثلا 200 جرام من اللي هي الضاني، بتديله طعم جميل جدا. معانا دلوقتي اللحمة، واحنا مش بنعجن فيها قوي. معانا بهارات البرجر بس. هتقولي لي بس انا بحب اللحمه تكون طعمها باين، يعني ما بحبش احط البصل بحولها لكفته، يعني هو البرجر معروف ان هو لحمه بس. فدلوقتي احنا مش بنعجن، احنا بس بنحط عليها التوابل اللي يعني ايه تدخل في الجزيئات بتاعتها كده التوابل. بنشكلها بقى. افرض ما عندناش مكبس بتاع البرجر، احنا الجيش قالك اتصرف، احنا مش هنوقف نفسنا عشان نفسنا ناكل برجر. بنجيب اي حاجه تقيله بس كده، شوفوا بنضغط على البرجرايه على اللحمه لحد ما بتتشكل معانا نفس يعني ايه نفس البرجر عادي. هي بنكورها كده بايدينا زي ما حضراتكم كده شايفين. بنكورها وننزل عليها بالتقل لحد لما تبقى شكل البرجرايه. الكيلو هيعمل حوالي 9 وحدات مثلا معاكي، يعني بالحجم ده اللي تبقى الكوره مثلا وزنها 150 جرام كده. وهنا العجينه خمرت. بعد ما خمرت بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله بجد. العجينه بقت مية مية معانا. بنفردها بقى كده، نطلع منها الغطا، نطلع منها الهواء، نشيل من عليها الغطا ونطلع منها الهواء، ونقسمها بقى ايه كور كده. انت ممكن تصغري الكوره على فكره. هو لما بتكون الكوره صغيره يعني الخبز بيكون حجمه اصغر من البرجر، بيكون افضل بكتير. بس انا كنت حابه ان هو يكون كبير كده، يعني انا كنت حابه ان البرجر يعني تكون العيش فيها كويس، لانه هش واصلا يتاكل حاف. والله يعني خبز البرجر ده يتاكل حاف من كتر ما هو جميل. بصوا هنا كده خلاص حطيتها. وكمان بنحط على وشها سمسم، بندهن بس وشها كده لمعه بسيطه كده من ميه بسكر، ونحط عليها شويه سمسم متحمص، ونسيبها تخمر تاني. بصوا بقى بعد ما خمرت تاني بقى، بصوا في الفرن عامله ازاي، ما شاء الله بجد، يعني بقت حاجه جميله قوي. معانا تالت خطوه بقى، دي اختراع كده من اختراعاتي، معرفش في كتير يعني يعرفوها ولا لا. معانا بطاطس بميكس الجبن. بنجيب البطاطس كده نهرسها، بدل ما نحط جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وكده، لا انا جبت ميكس شيدر على رومي على موتزاريلا. معانا بطاطس كمان مسلوقه، ونهرسها مع بعض. بنحط عليها رشه من بهارات البرجر وملح وفلفل اسود. بجد الطعم تحفه، لازم تجربوها بجد. يعني بنوفر ان احنا نعمل بطاطس ونعمل جبنه شيدر، بتبقى خليط جميل كده وميكس جميل. بعد ما هرسناها بنحط المعلقه كده ونفردها كده، يعني ايه تبقى زي شبه الاسطوانه كده، يعني بنفردها، نحاول نفردها كده ونحط فيها ميكس الجبن ونقفلها كويس. نلفها كده اهي، بصوا كده، ونقفل اي حته باين منها موتزاريلا علشان ما تنزلش معانا في الزيت ويعني تنحرق. فبصوا يعني بنلصمها كده. نجيب حته كمان، هعمل معاكم واحده ثانيه. انا والله بحاول ان الفيديو ما يكونش طويل عشان ما تزهقوش. نحط برضو ميكس الجبن في النص كده، وتقفلي برضو الجناب على بعض. اوعدكم ان هي هيكون طعمها تحفه بجد، لازم تجربوها. وما تنسوش امي برضو من صالح دعائكم بالله عليكم. بالمنظر ده بعد ما خلصت الكميه كلها بقى، نجيب ميه ساقعه. معانا ميه ساقعه ومعانا بقسماط مطحون ناعم. ننزل في البقسماط وبعدين في الميه، وبعدين تاني في البقسماط وبعدين في الميه وبعدين في البقسماط. يعني بصوا انتوا كل ما بتنزلوا في البقسماط والميه بتخلوا الكفر بتاعها اقوى. يعني لو عايزين تعملها مره واحده عادي برضو مفيش مشاكل. هنخلص الكميه كلها مع بعض
ونسيبها شويه بقى في الفريزر. برضو دي التركه المهمه عشان الكفر من عليها ما يفكش. نسيبها في الفريزر لحد احنا بنجهز كل خطواتنا، علشان ما نجيش نعمل البرجر ويبقى ايه، كل خطواتنا تكون جاهزه معانا. رابع خطوه معانا بقى نجهز الخضار اللي بيبقى على البرجر. معانا بصل وطماطم وخس. البصل هنقطعه شرايح كده، حلقات زي ما حضراتكم شايفين كده. معانا كميه بصل حلوه برضو على حسب السندوتشات بتاعتك اللي انت هتعمليها. ومعانا الطماطم برضو نقطعها حلقات كده، لا هي رفيعه قوي ولا تخينه قوي، برضو بتكون جميله. احنا بصوا يا جماعه، احنا بنعمل اكل مطاعم، اكله مطاعم بالظبط، يعني حاجه محترمه. فرحي ولادك، يعني لازم تعمليها لهم حتى لو في رمضان كده، برضو مش هيقولوا لك لا، ده بالعكس ده هيفرحوا جدا ومش مكلفه خالص. انت ممكن تعمليها بنص كيلو لحمه، نص كيلو لحمه هيعمل لك 4 سندوتشات او 5 سندوتشات بجد. معانا كده الخضار جاهز، معانا الخس والطماطم والبصل. معانا دلوقتي بقى خامس خطوه اللي هو صوص البيك تيستي، اللي هو التحفه اللي احنا بنروح ندوقه في المطعم كده مش بنبقى عارفين هو عباره عن ايه. معانا موتزاريلا وكاتشب ومستردة. ومعانا كمان بصل متقطع، يعني ايه، ربع بصلايه متقطعه صغنن. ومعانا خيار مخلل. الخيار المخلل ده تحفه بقى، بيودي طعم في حته تانية خالص. بنقعد نزود في الموتزاريلا بنقعد نزود في المايونيز والكاتشب لحد ما يبقى معانا بالقوام اللي احنا معاه ده. ولو في شويه ميه مخلل كمان حطوها، تحفه. يلا بينا بقى نحمر البرجر مع بعض على جريل سخن جدا، نكون مسخنينه قوي بجد. وننزل عليه بقى، ننزل عليه كده بالبرجر، والفتحه اللي في النص دي عشان ما ينكمش قوي. يعني بصوا البرجرايه تكون بدل ما هي يعني تخس كده عشان فيها دهون، طبعا لازم تخس. احنا دلوقتي ما حطيناش اي ماده دهنيه، خلي بالكم احنا ما حطيناش اي ماده دهنيه. هو في ليا ضاني، الليا دي هتنزل دهون. بصوا شوفوا تحت البرجرايه بيكون دهون عامله ازاي. نضغط عليها، نحاول نضغط عليها كده. ومعانا ملح وفلفل اسمر، ملح وفلفل اسود كده. بنحط يعني رشه على الجنب ده ورشه على الجنب ده بس. دلوقتي بعد ما البطاطس يعني ايه قعدت شويه في الفريزر ومسكت نفسها شويه، بننزل بقى في زيت سخن كده. ونحاول ان احنا ما نقلبهاش، يعني بصوا نهز بس الطاسه اللي هي فيها كده لحد ما تاخد لون الكفر من تحت، ياخد لون ذهبي. نهزها كده ونروح نقلبها على الوش التاني. ودلوقتي برضو البرجر خلاص، بصوا نازل كميه دهون عامله ازاي، كميه دهون رهيبه. احنا مع اننا احنا ما حطيناش ماده دهنيه، وبنغطي عليه ونسيبه كل برجرايه، يعني عشان انا عاملاها سميكه شويه. كل برجرايه خدت حوالي يعني كل رصه خدت مثلا حوالي 5 دقايق على نار هاديه كده ومغطيه عليها. بصوا هنا بقى البطاطس عامله ازاي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمال. بطاطس تحفه، يعني ميكس الجبن مع البطاطس المهروسه مع الكفر اللي بره، انت محتاره انت بتاكلي ايه بجد. حاجه جميله. وبصوا العيش من جوه هش ازاي. معانا بقى نكرمل البصل مكان البرجر، مكان الدهون اللي نزلت من البرجر دي، بيبقى تحفه، طعمه جميل جدا وبيديله سكاره. في ناس بتحطه يعني زي ما يكون هو ني كده، بس انا الصراحه بحب ان هو يتكرمل. يعني جربت كده وجربت كده، لا هو كده هيبقى كانه واخد من اللحمه، كأن البصل ده كأنك انت بتاكلي لحمه مش بتاكلي برجر. يعني ما كأنك بتاكلي لحمه ما بتاكليش بصل، يعني البصل مع اللحمه حاجه تحفه. بصوا كده يعني بس يا دوب يعني يدبل كده. بصوا اللحمه، بوريكم هنا اللحمه جوسي جدا وكلها كده شاربه من التتبيله. ما شاء الله بجد، ما شاء الله تبارك الله. معانا بقى كده طاسه برضو تكون فيها معلقه سمنه بلدي. نحط الخبز بتاع البرجر نقطعه نصين كده ونديله تحميصه. يعني ايه البرجر، يعني الخبز كده. الخطوه دي مهمه ليه بقى؟ لان بتخلي الحشو لما نحطه على الخبز بتاع البرجر ما يدوبش، ما يكونش ما يشربش كده ويخمر، لا بيكون حلو قوي. يلا بينا بقى نرص السندوتشات. معانا اول حاجه الصوص بتاع البيك تيستي، بنحطه كده من تحت، وفوقه الخس المتقطع معانا، وبعدين الطماطم. نحط كده شريحتين طماطم على كل سندوتش، بتكون تحفه جدا برضو. الخضار الفريش عامه مع اي اكل بيكون جميل. ومعانا اللحمه بقى، عشان كده قلت لكم صغروا العيش شويه. لو عايزين تصغروا العيش على اللي انا عاملاه ده، صغروا العيش عشان يكون يعني اللحم باين. فانا كنت حابه ان هو يكون كده الصراحه. بصوا الموتزاريلا بعد شويه كمان ولسه عماله تمط. بصوا المطه عامله ازاي. نقفل بقى سندوتشاتنا، يبقى احنا كده معانا صوص البيك تيستي والخس والبصل والبطاطس بالموتزاريلا، ما شاء الله. ارجوكم بقى لا تنسوا امي من صالح دعائكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.